سيبك بقى من اي طريقه لانشون بتشوفيها الايام دي، بنحط مكونات كتير جدا وفي الاخر مش بيطلع لانشون. تعالوا بقى النهارده نعمل احلى فراخ بارده مدخنه بطريقه سهله جدا وبنص كيلو بس من الصدور. بس قبل اي حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. الكميه بقى اللي انا قطعتها معاكم اول الفيديو ده كان نص كيلو من الصدور وكان 2، انا عملت 4 يعني كيلو من الصدور. بدات ان انا احط عليه كوبايه ميه وبعد كده البهارات بتاعتنا. البهارات دي هسيبها لكم تحت في الكابشن، هي كانت 7 بهارات وانا كنت عاملاها معاكم قبل كده، بس عموما هسيبها لكم برده تحت. وبعد كده هتتبليها كويس جدا من البهارات وهتسيبيها حوالي ساعه او يا ريت ليله كامله، بس انا طبعا طول مستعجله فسيبتها ساعه بس. هتجيبي اي ورقه بقى عندك ولا اي طبق هتحطي عليها نفس البهارات تاني وتبدريها كويس جدا بالبهارات، غلفيها من كل مكان يا جماعه، عايزه البهارات داخله فيها في كل حته. بقى لما تخلصي الكميه كلها تمسكي كل صدر من الصدور دي هتحطيها في ورق زبده وتلفيها زي البونبونيه كده بالظبط، هتلفيها وتقفليها من الجناب وتحطيها في اي صينيه عندك من غير ولا ميه ولا اي حاجه، بالظبط ساعه او ساعه الا ربع كمان. افتحي عليها هتلاقيها استوت وبقت فظيعه كده. هتديها بقى دهنه من دبس الرمان وتدهنيها وتسيبيها على الشوايه تاخد الوش الفظيع ده بقى. انا شلت 2 في الفريزر وشلت 2 على رف التلاجة وقطعتها معاكم تاني يوم. بصي يا جماعه فظيعه، على رز بسمتي، سندوتشات الولاد في اللانش بوكس، سندوتشات ليك انتي في الشغل، فظيعه وبتتباع بره غاليه جدا وهي في نفس الوقت في البيت احلى وانضف واطعم. جربوها بجد حلوه قوي.